اللعبة للأخ يلعبها مع أخته ويكون نتيجتها إن يخش في حالة إغماء، وعلى ما توصل للمستشفى البنت تتوفى. الحكاية بتبدأ في مستشفى المطرية العام، لما لقوا شاب شايل بنت عندها 8 سنين وبيقول لهم الحقوا، دي أختي مغمى عليها ومش عارفة ألحقها وما بتتكلمش وما بتردش عليا. الدكاترة اتعاطفوا معاه وخدوا البنت وحطوها على ترابيزة قدامهم، بدأ يشوفوا حالتها ويحاولوا إن هم ينجدوا البنت، بس البنت ما بتنطقش. برضه مع الإسعافات البنت قلبها ما بيدقش. في الآخر قالوا له البنت متوفية. الأخ انهار حزن على أخته وفضل يصرخ ويعيط، والدكاترة يسكتوه، بس الأهم حاجة عايزين يعرفوا هو إيه اللي جرى بالظبط. الأخ فاق من الصدمة بدأ يحكي اللي حصل وقال لهم إن إحنا كنا بنهزر، وأنا ربطت رقبتها بحاجة وعلى أساس إن إحنا هعلقها وهربطها بالسقف. بنهزر زي رامز ما بيعمل مع الناس، أنا كنت بهزر مع أختي، دي أختي الوحيدة، وكان أهلي مش موجودين وبنتسلى، بس معرفش إيه فجأة رقبتها مالت مني وبتتكلمش، وأنتوا بتقولوا إن هي ماتت. الولد بيعيط ومنهار، بس الدكاترة لقوا إن كلامه مش مقنع، وإن مفيش حاجة فعلا حوالين رقبتها وكان السبب للوفاة. عشان كده قرروا إن هم يعملوا لها كشف مبدئي ويعرفوا أسباب الوفاة الحقيقية. الدكاترة عملوا نفسهم إن هم مصدقينه وحاولوا يعطلوه عشان يكشفوا على البنت ويعرفوا إيه أسباب الوفاة. وبعد الكشف الطبي عليها تبين لهم الكارثة، البنت دي تعرضت للاعتداء الجنسي. اتصلوا بالأمن اللي جه قبض على الشاب وبدأ التحقيق معاه عشان يعرفوا إيه أسباب الوفاة والاعتداء ده حصل إزاي. وكانت المصيبة إن الولد بعد ما حاول إن هو ينكر، في الآخر أقر واعترف باللي حصل، وقال إن أنا متعود آخد الموبايل بتاعي وأدخل أوضتي وأتفرج على أفلام إباحية. فاكرين فيلم ثقافي بتاع زمان لما بيشوفوا الأفلام اللي هي بتسخن الشباب دي؟ هو برضه متعود على كده، بيتفرج على حاجات مع نفسه، بس ساعات بيسخن. اللي قدامه مين بقى؟ أخته. يطلع الطاقة ديت في أخته. الذئب بتاعنا بيبقى في البيت والأم والأب مطمنين، البنت مع أخوها اطمن. الحالة دي لازم ناخد بالنا منها قوي. الشاب اللي هو بيتفرج على الأفلام الإباحية ملوش أمان، زيه زي المدمن المخدرات بالظبط، ممكن في ثانية واحدة يضحي بكل اللي غالي عنده عشان المزاج بتاعه كيف. عمل إيه بقى بعد ما اتفرج على الفيلم الإباحي؟ دخل على أخته أوضتها، لقاها ماسكة الموبايل وبتلعب، ده عندها 8 سنين طفلة. دخل هجم عليها وكان حالته مش طبيعية. البنت اتخضت، كانت مذعورة وبتحاول تدافع عن نفسها، بس هو قوته أقوى منها طبعا بكتير. هجم عليها وحاول يعتدي عليها جنسيا، عشان كده وجدوا إن هي البنت عندها آثار دفاع عن نفسها. بس هو حاول يكتم نفسها، لما جت تصوت وتستغيث بالجيران حد يلحقها، بس كتم نفسها مدة طويلة وما شعرش إن البنت فرقت الحياة في اللحظات دي. فجأة البنت ماتت، وهو بدأ يفكر إزاي يألف حكاية رامز. كان عايز يلبسها الرامز، بس رامز منها بريء.